ارونا بوبنزا. ارونا بوبنزا يا جماعه صداع في مصر. هل حد في الاعلام قال ان كولر هيتجنن ان ما جابش بالرمضان اللي هو عايز يعمل خطه عليه وعامل حاجات كتيره جدا في النادي الاهلي عشان خاطر يجيبه، وفي مشاكل كبيره جدا في النادي الاهلي بسبب الموضوع بالرمضان؟ طب هل حد اتكلم ازاي النادي بحجم النادي الاهلي معاه القوه الماليه دي والقوه الجماهيريه دي واللعيب ده ما جاش؟ حد يقدر يتكلم في حاجه زي كده؟ ما يقدرش يتكلموا. ليه؟ خايفين من النادي ومش خايفين من ربنا. ياخدوا فلوس حرام عشان يشتروا نادي الزمالك ويحللوا الفلوس دي، يقول لك الزمالك واحد نادي ده في حته مش كويسه، ربنا يستر، دول كدابين، ارون بوبنزا ده مش جاي، ده ما اعرفش ايه اللي حصل. طب بالنسبه للنادي الاهلي عنده 100,000 مشكله وكولر مش عايز كهرباء، محدش بيتكلم ليه؟ ده صوره اللي احنا بنتكلم فيها دي للناس اللي بتهدم نادي الزمالك، واللي احنا مش هنسمح لها تهدم نادي الزمالك، ولا هي ولا غيرها. انا واحد من الناس اقسم بالله العظيم لو هتيجي على اكل عيشي وبيتي والكلام ده كله، انا ما هرحم حد هيتكلم عن نادي الزمالك بصوره سلبيه. اتكلم انقد زي ما انت عايز، قول رايك زي ما انت عايز، انما ما تكذبش عشان بتاخد فلوس، عشان انت متعري قدام الناس. ما تقولش ما تاخدش فلوس تودي بيتك فلوس حرام وتيجي تعمل شريف علينا وتنصحنا. انت اصلا راجل من جوه لا مؤاخذه، من الاخر اللي بيتكلم كلام عن نادي الزمالك سلبي وكلام كله كذب وتضليل، ده راجل لا مؤاخذه من الاخر. انت صداع كبير للمصريين. ليه وصل صداع كبير للمصريين؟ تخيلوا اللاعب ده لاعب مهم، ولاعب هيضيف للدوري المصري وهيضيف لنادي مصري اسمه الزمالك. النادي المصري اسمه ايه؟ الزمالك. اه والله مصري. تخيلوا كل يعني قاعد الفتره دي كل الناس اللي فاكرين نفسهم اعلاميين، هم من تحت السلم يعني، دول ناس مرتشيين يعني معروفين يعني، واللي فاكر نفسه صحفي وهو صحفي مرتشي، واللي فاكر نفسه بيجيب معلومه هو ما بيجيبش معلومه، هو بيخون ضميره وبيخون اهل بيته وبيدخل بيته فلوس حرام. بيدخل بيته ايه؟ فلوس حرام. ان ملوش حاجه غير الكذب والتضليل وهو عارف. تخيل بتطلع بمعلومه انك كذاب، تخيل بتاخد فلوس عشان تشتم نادي او تطلع معلومات غلط وتدخل الفلوس دي بيتك تاكل بيها عيالك. تخيل الانسان ده يبقى عايش في وسطنا ازاي؟ هل ده يبقى انسان؟ طب هل يبقى في شهاده الميلاد ذكر؟ يعني شهاده الميلاد كده في البطاقه مكتوب ذكر، يعني بيخش بيته ويفتكر نفسه هو ذكر يعني؟ ده نادي مصري، نادي كبير يمتلك قاعده جماهيريه كبيره، نادي الزمالك. في ازمه عنده ماليه، وفي ازمه في اتخاذ القرار، وفي ازمه في الدولارات، وجاي من وقف قيد وجاي. فالطبيعي كان احنا كناس محترمه او اعلاميين محترمين بصرف النظر عن الانتماء ان احنا ندعم النادي ونقف معاه ونعرف المشكله فين، ويبقى في نقد بناء مش نقد هدام. في حاجه ممكن تتكلموا عليها، الدوري المصري لسه مش عارفين هيبدا امتى. هل حد في العالم يتكلم على الدوري المصري هيبدا امتى؟